السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير مكان ما انتوا قاعدين ووقت ما انتوا قاعدين. ولاد مؤمن حسن، رجالة ثانوية عامة، عرايس ثانوية عامة، المجاهدين المهندسين مهندسين المستقبل، يلا يا أبطال نشتق سوا النهاردة الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية. اشتقاق الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية، ده فيديو لوحده غير الفيديو اللي فات. ماشي يا دكاترة؟ يلا نستعين بالله، نتوكل على الله. اشتقاق الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية. قبل ما نشتغل يا جميل، تعال اما نروح سوا افكرك شوية كده. ايه ده؟ اعوذ بالله، ايه ده يا مستر؟ ده الفيديو اللي فات، انت نسيت ولا ايه؟ قوانين الأسس، قوانين اللوغاريتمات، فاكر؟ الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية وكل التحويلات بتاعتهم. النهارده بقى انا عايز اعلمك ازاي نشتق الدالة الأسية. فاكر الحتة دي من المرة اللي فاتت؟ دي اسمها ايه؟ دي اسمها دالة أسية ذات أساس حقيقي. جدع. طب ودي؟ دالة أسية ذات أساس نابييري. برافو. طب ودي؟ دالة لوغاريتمية ذات أساس حقيقي. طب ودي؟ دالة لينثريتمية أو لوغاريتمية ذات أساس نابييري. يبقى أنت عندك في الأسية في دالتين أسية، وفي اللوغاريتمية في دالتين لوغاريتمية. حلو. أشتق إزاي يا مستر؟ تعال الأول نمسك اشتقاق الدالة الأسية. اشتقاق الدالة الأسية. هو في كم نوع دالة أسية؟ يا مستر ما انت لسه قايل في نوعين، اللي هما ايه؟ أسية ذات أساس نابييري، وأسية ذات أساس حقيقي. حلو. تعال نخليها صيغة عامة ونقول ه أس أي حاجة، بلاش سين، خليها يا عم دالة سين. ه أس أي حاجة، ألف أس أي حاجة، إن شاء الله أس دالة أسية، إن شاء الله أس دالة مثلثية، أس أي حاجة. أشتق إزاي يا مستر؟ أقول لك بالعربي، بلاش بالرياضة. اسمع من جد الجملة دي، حطها حلقة في ودنك، خلصت الموضوع يا صديقي. في الدالة الأسية لو الأساس نابييري قول شرطة كسر. لا بلاش شرطة كسر، شيل شرطة الكسر دي، امشي يا شرطة كسر، امشي امشي. دي دالة أسية ذات أساس نابييري. أشتقها إزاي يا مستر؟ يا سلام، أبسط مما تتخيل. المشتقة بتاعتها اللي هي دال صاد على دال سين هتساوي بالعربي الدالة نفسها في مشتقة أسها. احنا هنغني يا أستاذ إن شاء الله، ده احنا هنغني ونزغرط وهنرقص كل حاجة. قولها تاني بقى كده. الدالة نفسها في مشتقة أسها، بس كده. لو الدالة الأسية ذات أساس إيه يا جميل؟ نابييري. الدالة نفسها في مشتقة أسها. مستر طب لو ذات أساس حقيقي، الدال صاد على دال سين، هيبقى شكلها إزاي؟ تعالى كده اما نشوف. هتبقى دال صاد على دال سين بتساوي، يا رب ياخدوا بالهم، يا رب ياخدوا بالهم، الدالة نفسها في مشتقة أسها في لينثرت أساسها
اهي. يا وجع القلب يا مستر، اللي فوق كانت ايه؟ الدالة نفسها في مشتقة أسها من غير في لينس رتم أساسها من غير. طب والدالة ذات الأساس الحقيقي، الدالة نفسها في مشتقة أسها في لينث رتم أساسها. طب ليه يا مستر في دي ما قلتش في لينث رتم أساسها؟ ما تجاوب أنت السؤال. ليه يا مستر في الدالة الأسية ذات الأساس النابيري ما قلناش في لينث رتم أساسها؟ ليه؟ طب ما تيجي نجرب كده. لو قلنا في لينث رتم أساسها، روح هات لي أساسها كده. أوب أنا آسف يا مستر، والله آسف أنا خلاص أنا خدت بالك، خلاص أنت خدت بالك. دي هتطلع بكام؟ بواحد، والضرب في واحد غير مؤثر. عشان كده بنقول الدالة نفسها في مشتقة أسها ونسكت. إنما في ذات الأساس الحقيقي الدالة نفسها في مشتقة أسها في لينس رتم أساسها. عرفت دول؟ حفظتهم؟ لا أقولهم تاني. لو الدالة أسية ذات أساس نابيري نقول الدالة نفسها في مشتقة أسها. طب ولو ذات أساس حقيقي الدالة نفسها في مشتقة أسها في لينث رتم أساسها. خلصنا؟ خلصت كل المسائل يا راجل. الدرس خلص والله يا أولاد، والله اشتقاق الدالة الأسية خلص. تعالوا نحل عليه 13 17 15 20 مسألة كده ونشوف الموضوع. موضوع بسيط خالص. ادي اهو. يلا يا عم مستر، ايه كل الهري ده؟ كل الهري ده اللي هما الكلمتين اللي احنا لسه قايلينهم. الدالة نفسها في مشتقة أسها اللي انا كاتبهم لك بالعربي اهم تحت اهم. كل تلخيص الاربع قواعد بتوع اشتقاق الدالة الأسية. الدالة الأسية قواعدها في الكتاب 17 18 19 20. 4 قواعد ملخصهم لك في جملتين بالعربي اهو. لو الدالة ذات أساس نبيري تشتق ازاي؟ ولو الدالة ذات أساس حقيقي تشتق ازاي؟ وخلص الكلام، مات. وريني عملي يلا حبيبي. إذا كانت دالة س بتساوي 2 ه أس 3 س، دالة إيه؟ دالة أسية ذات أساس نابيري يا أستاذ. اشتق يا ولد، قول بالعربي. الدالة دال س يبقى المشتقة اسمها دال شرطة س. يلا قول بالعربي، ما تقولش بالرياضة. الدالة نفسها 2 ه أس 3 س في مشتقة أسها. يلا اشتق الأس ده. اشتقاق التلاتة س بتلاتة يا أستاذ. رتب مسألتك يا عظيم. يا مستر تبقى دال شرطة س بتساوي 2 في 3 ب6 ه أس 3 س. خلصت يا راجل بالسهولة والبساطة دي. طالما حفظت الجملتين اللي بالعربي خلصت. ما تتعبناش معاك بقى. يعني انا بس حافظ الدالة نفسها في مشتقة أسها خلصت كل الدوال ذات الأساس النابيري. حافظ الدالة نفسها في مشتقة أسها في لينث رتم أساسها بقى. حفظت كل ده اشتقاق الدوال ذات الأساس الحقيقي. هو أنا جاي أهزر معاك؟ أنا جاي أخلص لك الحوار في ثواني. مسألة كمان يلا بسرعة. نفس الكلام يا أستاذ. دالة أسية ذات أساس نابيري. يلا قول بالعربي. الدالة اسمها دالة س يبقى المشتقة اسمها دال شرطة س. قول بالعربي. الدالة نفسها ألف ه أس س في مشتقة أسها. مشتقة السين بواحد يا مستر. تمام. أما المستر بيقول لي هات دالة سالب 2 دي، يعني أعمل إيه؟ شيل السين وحط سالب 2. والله تصدق والله نسيت يا مستر. دال شرطة سالب 2 تساوي. أدي الألف نزلت وادي اله أس سالب 2 في 1 ما بتتكتبش. تسيب الأس سالب؟ عيب يا مستر. ده انت في الحصة اللي قبل اللي فاتت قعدت تقول لي عيب وعار وفضيحة لطالب ثانوية عامة وانا ابقى مفضوح. هنزل اله دي في المقام واكتبها لك كده ألف على ه أس 2 وخلص الحوار.
اللي بعده يا مستر والنبي عشان المسائل حلوه. طب يلا جميل، انا مستعجل معاك زيك اهو. قلبي عايز ايه؟ ميل المماس. يا مستر انت بتخضنا، ما انا فاهم كويس قوي ان كلمه ميل المماس يعني ايه؟ المشتقه. طب يلا نشتق. داله اسيه ذات اساس ايه؟ ذات اساس نابيري. يلا نشتق سوا. قول بالعربي. الداله اسمها داله س، يبقى المشتقه اسمها دال شرطه س، او دال صاد على دال س، نفس الاسم. يلا يا دكتور قول يلا. الداله نفسها في مشتقة أسها. اشتق الاتنين س زائد واحد، اشتقاق الاتنين س باتنين، واشتقاق الواحد ميت. مستر هو عايز ميل المماس. يا عم الحاج وانت يعني عبيط؟ ما انت عارف ان ميل المماس اللي رمزه ميم بيساوي المشتقة اللي هي د ص على د س عند نقطة التماس. انت عارفها من سنة تالتة اعدادي، من سنة اولى تانية ثانوي ولا ايه؟ اللي هو عند سالب نص وواحد. هنشيل السين ونحط مكانها سالب نص، ونشيل الصاد ونحط مكانها واحد ان وجدت. يلا يا دكتور. اللي هي نزلت زي ما هي مستر. هنشيل السين ونحط مكانها سالب نص. 2 في سالب نص بسالب واحد، زائد واحد بصفر. يا صلاة النبي، في 2 اللي هي أس صفر بكام يا ابني؟ يا مستر مش اللي هي بس، أي حاجة أس صفر بواحد، بلا كلام فاضي. 1 في 2 بيساوي 2، يبقى ميل المماس بيساوي 2. طب لو قال لي اوجد قياس الزاوية التي يصنعها المماس مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. انت بتتنك قوي علينا يا مستر يعني. يا مستر سهلة. ظا الزاوية تساوي 2، ظا الزاوية يساوي الميل، والميل بكام؟ ب2. على الآلة شيفت التاني يساوي كوما، طلعت الزاوية بالدرجات والدقائق والثواني. ما تشغلش دماغك، هات لي اللي بعده. طب يا عم ما تشخطش فيا بقى، الله محدش يشخط فيا غير مراتي. خبر اسود. الحق يا مستر، ايه ده؟ جذر غير تربيعي، ومال تحليله تحويله. اتعلمناه في القاعدة الأولى والثانية في أول فيديو. يبقى احنا عايزين نظبط الدالة دي الأول يا مستر. اظبط يا حبيبي. يبقى صاد بتساوي س أس 2 على 3. الأس لفت قسم على الدليل، الجذر تحليله تحويله، زائد ه أس 6 ناقص 2 س تكعيب. يلا نشتق يا أستاذ، يلا حبيبي، ولا بنخاف ولا بنتهدد. يلا يا بطل. الدالة اسمها صاد، يبقى المشتقة اسمها د صاد على د س، تساوي مشتقة صاد بالنسبة لس. دي سينات اشتقاق عادي، الأس هينزل يتضرب في العامل، تبقى 2 على 3 س أس سالب تلت. الأس ناقص واحد، تلتين ناقص واحد بسالب تلت، زائد دي دالة ذات أساس نابيري. بتشتقها ازاي؟ عادي يا مستر، الدالة نفسها في مشتقة أسها. الدالة نفسها ه أس 6 ناقص 2 س تكعيب في مشتقة أسها. يلا نشتق الأس ده. مشتقة الستة صفر، مشتقة سالب 2 س تكعيب بسالب 6 س تربيع. ايه ده انت عملتها ازاي؟ الأس نزل اتضرب في العامل والأس ناقص واحد بس. طيب نرتبها ازاي دي يا مستر؟ يلا يا عم نرتبها. أول حاجة أس سالب ده هننزله في المقام بأس موجب. أدي الترتيبة بتاعتها بيه، أجمل ترتيبة ليها أهي. هتساوي 2 على 3 السين أس سالب تلت، لما تنزل المقام تبقى س أس تلت، والسين أس تلت معناها الجذر التكعيبي لسين. ادي اجمل صوره للحته دي. طب وهنا مش دول مضروبين في بعض؟ اضرب عادي خالص، موجب في سالب بسالب، واحد المعامل واحد في سالب 6 في 6 س تربيع ب6 س تربيع، وتنزل اله أس 6 ناقص 2 س تكعيب. بس كده. ادي الدل، ادي المشتق، ما فيهاش اي حاجه، دلع شغل في منتهى الجمال والحلاوه والطعامه.
ما تصلي على سيدنا رسول الله. المسألة اللي جاية بقى دي أنا عايزك أنت تعمل إيه بقى يا باشا؟ أنت توقف الفيديو، أنت تحل بإيدك وبعدين نحل سوا. ماشي يا جميل؟ يلا استعين بالله كده. هتعمل إيه؟ كشكولك، قلمك، آلتك. أنت اتعلمت قواعد الاشتقاق لغاية القاعدة 20. أنا جايب معاك من بداية سنة تانية لغاية آخر الدالة الأسية 20 قاعدة اشتقاق. أنا عايزك بقى تروق على حالك كده وتمسك المسألة دي تشتقها. ما شاء الله فيها 7-8 قواعد مع بعض. يلا يا بطل، وأنا هستناك. هتوقف الفيديو، تحل المسألة، تشغل الفيديو، تتفرج على الإجابة وتقارن إجابتك. ماشي يا جميل؟ إحنا مع بعضنا وعلى مهلنا. استعين بالله. خلصت يا واد؟ يلا تعال. الدالة اسمها صاد بتساوي ظا. الظا دالة مثلثية ولها اشتقاق. طب وهنا؟ يا وجع مربربة، يا حزن مغلي. ايه ده يا مستر؟ ولا اي حاجة. ده انت عندك دالة كثيرة حدود مضروبة في دالة أسية بينهما في غير مكتوبة. يا صلاة النبي، يعني دي لوحدها كده دالة مثلثية، وده حاصل ضرب دلتين، واحدة منهم دالة أسية. ولا بنخاف ولا بنتهدد، دي مسألة عبيطة. ما يخضكش المنظر. انت قوي، انت اقوى منها مليون مرة. ده انت تحلها بصباع رجلك الصغير، انت ما تمسكش القلم في ايدك. يلا يا باشا. دالة اسمها صاد، يبقى المشتقة اسمها دال صاد على دال س تساوي ظا. دالة مثلثية تمر في اشتقاقها بكام قاعدة؟ بكام خطوة؟ 3. 1. ضبط الإشارة. الفيديو اللي قبل ده في البلاي ليست بتاعت التفاضل، الفيديو اللي قبل ده اشتقاق الدوال المثلثية. لو انت مش مذاكر اشتقاق الدوال المثلثية، روح اتفرج على الفيديو ده الأول وابقى تعالى. اوعى تخش في المسائل اللي جاية وانت مش مذاكر اشتقاق الدوال المثلثية. يلا يا بطل. الظا تحافظ على الإشارة في الاشتقاق. الإشارة موجب يبقى الدالة موجب. مشتقة الزاوية بتطلع بره. مشتقة 3 س ب3. مشتقة الظا قا تربيع، والزاوية لا تتأثر بالاشتقاق. دي خلصنا منها. خش على اللي بعده. زائد حاصل ضرب دالتين يا أستاذ. يلا قول القانون. مشتقة الأولى في الثانية كما هي زائد مشتقة الثانية في الأولى كما هي. يلا قول. مشتقة الأولى 3 س تربيع في الثانية كما هي ه أس س زائد مشتقة الثانية. مش الثانية دي دالة أسية؟ يبقى اشتقاقها بيتعمل ازاي؟ الدالة نفسها في مشتقة أسها، ده كده اسمه مشتقة الثانية في الأولى كما هي. لا قولها تاني يا أستاذ. مشتقة الأولى، لونها لك، أدي مشتقة الأولى في الثانية كما هي زائد مشتقة الثانية، الدالة نفسها في مشتقة أسها في الأولى كما هي. وفرح العمدة يا مستر ده يتلم ازاي عشان الاختيارات؟ تعالى نلمه. 3 ق تربيع 3 س ما فيهاش اختصارات. ده بقى ده حد مرتب وجاهز زي الفل، واخد بالك اهو. طب وده اضرب يا بيه. ه أس س في 1 به أس س في س تكعيب، السين تكعيب تنزل وادي اله أس س. بس يا سيدي فيها أزمة؟ الدنيا زي الحلاوة.
مستر المسألة ما شاء الله فيها دوال مثلثية وحاصل ضرب دلتين واشتقاق، بس في الآخر سهلة ما فيهاش حاجة. طب تعال نشوف واحدة كده يمكن تطلع أصعب. ها قدها؟ هي شكلها يخوف يا مستر، بس إن شاء الله قدها. خش كده يا بطل. والله يا مستر أنا همسكها أقسمها زي المسألة اللي فاتت. دي كده دالة كثيرة حدود، جدع. ودي كده دالة أسية ذات أساس نفيري، بينهما في غير مكتوبة. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه حاصل ضرب دالتين. وطالما حاصل ضرب دالتين الدنيا سهلة وبسيطة. تعالى يا باشا نشتق سوا. حاصل ضرب الدالتين بنشتقه ازاي يا ولاد؟ يلا فكرني. مشتقة الأولى في الثانية كما هي زائد مشتقة الثانية في الأولى كما هي. نفذ. دالة اسمها صاد، يبقى المشتقة اسمها دال صاد على دال س. مشتقة الأولى، يلا اشتق حبيبي. 1 في 3 ب3، والسين بقت أس صفر ماتت، الواحد ميت. يبقى مشتقة الأولى طلعت كام؟ 3. في الثانية كما هي. تعال نكتب اللي كما هي دي بلون لوحدها. ادي مشتقة الأولى في الثانية كما هي زائد مشتقة الثانية. تعال نشتق الثانية دالة أسية ذات أساس نابيري، يبقى الدالة نفسها في مشتقة أسها. الدالة نفسها ه أس ظا س، ادي الدالة نفسها في مشتقة أسها مشتقة الظا بقا تربيع س. رتبها لي يا مستر. يا حبيبي هي مرتبة نفسها، والله هي مرتبة نفسها. هتساوي 3. بس مستر استنى، مش دول كلهم كده زائد دول كلهم كده؟ طب يا مستر انا ملاحظ ان اله أس ظا س متكررة هنا وهنا، ممكن اخدها عامل مشترك. لو لقيتها في الاختيارات كده اعمل. لقيت في الاختيارات اله أس ظا س عامل مشترك، خدها عامل مشترك. طب لقيته مش واخدها عامل مشترك، ما تاخدهاش عامل مشترك. ما تجيش في الهايفة والتربس. يعني ممكن تلاقي الاختيارات مكتوبة كده. اهو خلاص ما خدش عامل مشترك، سيبها. طب يا مستر لقيته كاتبها في الاختيارات كده. يفضل من هنا 3 ويفضل من هنا القا تربيع س. عادي خد اله أس ظا س عامل مشترك، ما تجزمجش. شوف في الاختيارات ايه ونفذ. في ازمات يا اولاد. طب تعالوا نشوف مسألة كمان. المسائل طلعت حلوة قوي. يا خبر ابيض، ايه اسم عادية خالص اهي. مش دي مشتقة الاسم؟ تصدق يا مستر كانت القاعدة بتقول ايه؟ راجعناها. كانت بتقول ايه القاعدة؟ مشتقة الاسم اسمه مشتقة البسط في المقام كما هو ناقص مشتقة المقام في البسط كما هو على المقام تربيع. يلا بينا، ولا بنخاف ولا بنتهدد. يبقى ده الصاد على ده السين. مشتقة الاسم اسم. أول حاجة عشان ما ننساش المقام تربيع. ونحكي بقى في البسط. مشتقة البسط مشتقة اله أس س الدالة نفسها في مشتقة أسها. ادي مشتقة البسط في المقام كما هو في س تربيع زائد 2 ناقص مشتقة المقام
2 س في البسط كما هو ه أس س. رتبها لي يا مستر. يلا حبيبي نرتبها. مستر تيجي ناخد اله أس س من بدري كده عامل مشترك. يا سيدي خد اله أس س عامل مشترك. ما انا قلت لك ما تجيش في الهيفه والتربس. يعني يبقى شكلها كده يا مستر، يبقى شكلها د ص على د س بتساوي المقام اهو س تربيع زائد 2 الكل تربيع، ومن البسط من هنا ومن هنا اخد ه أس س عامل مشترك وافتح قوس، فيفضل لي من كل دول س تربيع زائد 2 ويفضل لي من كل دول سالب 2 س. ايوه يا جميل، بس كده زي الفل. طب ممكن ارتب السين ما تغلبنيش بقى معاك بقى. الله، شوف الاختيارات مكتوبه ازاي واكتب زيه، رتبها زيه وخلاص، ما تغلبنيش معاك بقى. يلا تاني. بس انت واخد بالك ان اشتقاق الداله الاسيه طلع عبيط، ما فيهوش حاجه، شكلها يخض والحقيقه كلام فاضي. ايه ده؟ اعوذ بالله. ايه يا ابني في ايه؟ قوس شايل اس 7 اسمه ايه ده؟ اسمه داله الدل. طب وده بنشتقه ازاي؟ مشتقه القوس في مشتقه ما بداخل القوس. يلا يا عمنا، مشتقه القوس في مشتقه ما بداخل القوس. يبقى د ص على د س هتساوي مشتقة القوس. الأس هينزل يتضرب في العامل، والأس نفسه هينقص 1 يبقى 6. اللي جوه القوس لا يتأثر يا مستر. ه أس 5 س ناقص ه أس سالب 5 س. كل ده كده اسمه مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس. يلا بقى نشتق اللي جوه. اله أس 5 س دالة أسية ذات أساس نابييري. بنشتقها ازاي؟ الدالة نفسها في مشتقة أسها. طب ما هي دي كمان زيها، الدالة نفسها في مشتقة أسها. مستر بقت كتير قوي دي، تترتب منين دي يا أستاذ؟ طب ما تيجي نرتبها بالراحة. يلا جميل، نزل لي ده زي ما هو، ادي 7 وادي القوس اللي مرتب جاهز ه أس 5 س ناقص ه أس سالب 5 س أس 6. ده مرتب جاهز اهو. فرح العمدة ده، انت مش ملاحظ معايا ان كده الخمسة عامل مشترك؟ صدق يا مستر. طيب في ادي الخمسة عامل مشترك، يفضل من الحد ده كام؟ ه أس 5 س. طب ومن هنا يفضل كام يا مستر؟ مش انت طلعت الخمسة؟ فاضل ايه؟ مستر فاضل سالب في سالب بموجب ه أس سالب 5 س. بس يا سيدي مبروك عليك. مستر اضرب ال7 في ال5 ب5 ما تخنقنيش بقى، ما تخنقنيش، انت كبير. مش هقعد اقول لك بقى 5 في 7 ب35 واحط القوسين جنب بعض. ايوه اعمل كده، مفيش مشكله خالص. يعني الموضوع بسيط، الموضوع بسيط خالص، اشتغل عادي خالص. انت خلصت الخطوه اللي هي الصعبه اللي هي الاشتقاق. مستر كل الدوال اللي اشتقناها لغايه دلوقتي داله اسيه ذات اساس نابيري، الاساس ه. مفيش دوال اسيه ذات اساس حقيقي، الاساس رقم يعني اهو. ايه ده؟ ايه مستر اصل دي داله اسيه ذات اساس نابيري والاس بتاعها استغفر الله العظيم جتا مضروبه في داله اسيه ذات اساس حقيقي. ده ايه ولا ايه؟ دي سهله بسيطه. خد بالك يا دكتور، ادي داله في داله، يبقى انت خاضع لانهي قاعده؟ والله يا مستر كده نتبع حاصل ضرب دالتين. حلو، يلا اشتق يا جميل. يبقى د ص على د س هتساوي، قول يا اسد، مشتقة الأولى. أنا هلونها لك كلها.
مشتقة الأولى. يلا نشتق الدالة الأسية دي، الدالة نفسها في مشتقة أسها. أدي الدالة نفسها، في مشتقة أسها. مشتقة أسها مشتقة الجتا سالب جا. كل ده اسمه مشتقة الأولى. الدالة نفسها في مشتقة أسها، في الثانية كما هي. تعال ننزل اللي كما هي دي. مشتقة الأولى في الثانية كما هي، زائد مشتقة الثانية. يا نور النبي صلى الله عليه وسلم، دي دالة أسية ذات أساس حقيقي، الدالة نفسها في مشتقة أسها. مشتقة السالب 2 س سالب 2 في لينث رتم أساسها. لينث رتم الأساس بتاعها 3. كل ده اسمه إيه؟ مشتقة الثانية في الأولى كما هي. يا لهوي، دي كبيرة قوي يا مستر، بس فيها عوامل مشتركة كتير. لاحظ اله أس جتا س موجودة هنا وموجودة هنا، التلاتة أس سالب 2 س موجودة هنا وموجودة هنا. فتقدر حضرتك تاخد العوامل المشتركة تروق على حالك. احنا عبقرة، احنا مش بنهزر، احنا مهما المسألة كبرت ما بنخافش. ليه؟ لو خفت تغلط ما تخافش، خش في المسألة بقلب جامد. يلا يا أبطال، رتب لي الفرح ده يا مستر، هاخد العوامل المشتركة. والله عندي اله أس جتا س عامل مشترك، وعندي كمان التلاتة أس سالب 2 س عامل مشترك. وهفتح قوس في ظل من الفرح ده كله سالب جا س. وفي ظل من الفرح ده كله السالب 2 ولينث رتم 3. بس لقيت ده في الاختيارات، بارك الله. ما لقيتش ده في الاختيارات. في ملاحظة معرفش خدتوا بالكم منها ولا لا. بص كده، مش لافت نظرك حاجة؟ يلا يا سحلوب يا دحلوب هات المطلوب. مفيش حاجة لافتة نظرك؟ ها، ايه رأيك؟ صايع ياض، صايع. ولاد مؤمن حسن، لاحظتوا ان الحتة دي كلها الايه يا باشا؟ ده اصل الدالة يا مستر. انا اقدر اشيل الحتة دي كلها كده واحط مكانها ايه يا باشا؟ صاد. يعني انا ممكن اكتب المشتقة كده يا ولاد، ده الصاد على ده السين. انا ما بقولش يا ولاد انكم هتلاقوها مكتوبة كده في الاختيارات، انا بقول لك ممكن تلاقيها كده، تلاقيه شال دول وجاب قيمتهم من رأس السؤال. قيمة دول اللي هم ه أس جتا س في 3 أس سالب 2 س. كل الفرح ده أصلا كان إيه؟ كان صاد. ودول ينزلوا جنبها. مستر ما تيجي ناخد السالب عامل مشترك نطلعها بره جنب الصاد. طلعها ويفضل جوه القوس جا س
زائد لينس رتم 9، والحدق يفهم 9. مفيش 9، والاتنين دي راحت فين؟ الاتنين دخلت جوه أس يا باشا، بقت 3 أس 2 ب9. يا الله، يعني ده هو ده. ايوه يا باشا، بس بعد تنظيف. يبقى حضرتك لازم تبقى عايش معانا، حضرتك لازم تستمتع وانت بتحل مسألة التفاضل. يا باش مهندس والله ما بيتحل بمبدأ عك عك وربك يفك، ولا ليس ليس يطلع كويس، ولا لما تشوف كذا الطع كذا، تشوف كذا الطع كذا. البصمجية لا يصلحون. لازم حضرتك تفهم قواعد اشتقاق وتحل بمزاج مش بغباوة. يا باش مهندس حضرتك مش لامم قواعد الاشتقاق، مش هتعرف تكمل تطبيقات الاشتقاق. يا باش مهندس لله عشانك انت، عشان والدك، عشان والدتك، حضرتك امسك ال3 فيديوهات اللي فاتوا فيهم 16 قاعدة من قواعد الاشتقاق، ذاكرهم كويس. انا جايب لك قواعد الاشتقاق بالتفصيل، ما قلتش بقى دي بتاع التانية ودي بتاع التالتة، انا شرحته كله وحطيت لك عليه امثلة كتير. اتفرج بس على الفيديوهات هتلم قواعد الاشتقاق. لو كل مسألة بس انا حلتها انت حلتها بايدك، لميت قواعد الاشتقاق، هتلاقي الدنيا سهلة وبسيطة، وتلاقي بتحل رياضيات وانت مستمتع شغال في التفاضل بمزاج. واخد بالك مستر؟ كان في تاني بقى اشتقاق الدالة اللوغاريتمية. فين ده؟ اهو يا باشا، تعال نروح لاشتقاق الدالة اللوغاريتمية. ودي بنشتقها ازاي يا مستر؟ تعال نطلع بره. يفتي اعوذ بالله. امشي كده، امشي يا أسي، امشي يا أسي، امشي. مشت خلاص، مشت امشي. خلاص انصرفت. الدالة اللوغاريتمية. في كم دالة لوغاريتمية؟ والله في 2 يا مستر. أنهي؟ دالة لوغاريتمية ذات أساس نابيري. ودالة لوغاريتمية ذات أساس حقيقي. مستر هو أنت كتبت مكان العدد دالة س؟ أنا قاصد عشان أقول لك يتحط مكان العدد هنا أي حاجة. مش ده كده يا صديقي اسمه العدد؟ مش ده كده اسمه العدد؟ ده كده اسمه العدد. أيوة مستر. وده اسمه الأساس. أيوة مستر. ده اسمه الأساس. لما يكون الأساس حقيقي يبقى اسمها الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس الحقيقي. حصل. ولما يكون الأساس نابيري ما بنقعدش نحكي، بنقول الدالة اللينثريتمية على طول. حصل. أشتقها إزاي؟ أبسط مما تتخيل. ولا والله بقلق أنا يا مستر لما بتقول لي أبسط كده بقلق، وأنا كنت ضحكت عليك كده قبل كده يا كذاب. هتروح النار ويحلقوا لك أقرع. الدالة اسمها إيه؟ اسمها صاد. يبقى المشتقة اسمها دال صاد على دال س. أشتق إزاي يا أستاذ؟ احفظ عربي 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 عربي، والنبي عربي، لغة أهل الجنة العربي. هنقول إزاي؟ هنقول شرطة كسر مشتقة العدد. مش العدد دالة س؟ يبقى المشتقة ده الشرطة س. إيه ده؟ يعني العدد ده ممكن يبقى أي دالة من ال20 قاعدة اللي خدناهم؟ أيوه يا وجع مربربة ولا مربربة ولا حاجة، على مشتقة العدد على العدد نفسه. بس كده؟ مشتقة العدد على العدد وعليها بوس. طب يا مستر لو الدالة ذات أساس حقيقي، الدالة عياض
يبقى المشتقة د ص على د س هتساوي شرطة كسر برضه مشتقة العدد على العدد. الله، ده هي بس مع العدد هتقول فيه لينث رتم أساسها. طب وانت هنا ما قلتش فيه لينث رتم أساسها ليه؟ جاوب انت زي الدالة الأسية، يلا كده حط في لينث رتم أساسها. يا مستر أنا مجنون، ما هو أساسها هيه يا عم، هتبقى لينث رتم هيه للأساس هيه بواحد صحيح ما بتتكتبش يا عم. بس كده يا باشا، ادي مشتقة الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس النابيري اللي هي الدالة اللينث رتمية، وادي مشتقة الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس الحقيقي. قولها تاني بالعربي، مشتقة العدد على العدد. طب وهنا مشتقة العدد على العدد في لينث رتم أساسها، لينث رتم أساسها دي في المقام. بالمناسبة يا حبيبي، من قوانين اللوغاريتمات إذا حبيت تطلع اللينث رتم ده من المقام إلى البسط اعكس موقعي العدد والأساس، يبقى لوغاريتم ه للأساس ألف. لو حبيت تطلع ده فوق بتبدل موقعي العدد والأساس. موريهاني في مسائل يا مستر، بس كده عينيا أبسط مما تتخيل. أهو جاهزين يا معلم. يلا يا باشا نشتق الدالة اللوغاريتمية سوا. صلي على سيدنا رسول الله. الدالة اسمها صاد، يبقى مشتقتك اسمها ايه يا ولد؟ يا مستر دال صاد على دال س. جاد، يلا يا واد الشق يا واد. 5 س تربيع ده سهلة خالص، 2 في 5 ب 10، والسين بقت أس واحد ما بيتكتبش. ايه دي؟ سهلة، دالة لينث رتمية، يبقى زائد. ليك دعوة بالستة؟ أبدا يا مستر أنا ماليش دعوة بالستة دي. في الدالة اللينث رتمية بقى بنشتقها ازاي؟ والله يا مستر شرطة كسر على طول، سواء كان الأساس حقيقي أو الأساس نابيري، شرطة كسر على طول. ونحدد مين العدد، العدد كام؟ العدد س، يبقى فوق مشتقة العدد واحد على العدد س، بس خلاص خلصت. رتبها لي عيني يابا اهي، ادي ال10 س ملناش دعوة بيها، زائد 6 في 1 ب6 على س، بس يا سيدي خلصت. في اسهل من كده؟ لو حفظت العربي في الأسية وفي اللوغاريتمية الموضوع خلص. اللي بعده دالة لوغاريتمية ذات أساس نابيري، وأنا قلت لك انطقها كده ولا دالة لينث رتمية على طول، كلمة واحدة، دالة لينث رتمية. يلا نشتق يا مستر، وماله؟ دال صاد على دال س، شرطة كسر بالصلاة على النبي. مشتقة العدد 4 في 3 ب12، والسين بقت أس 3، والتمانية ميتة على العدد نفسه 3 س أس 4 زائد 8، بس خلاص خلصت. يا راجل بالسهولة دي في نص كلمة طالما حافظ عربي. مشتقة العدد على العدد، خلص الحوار. مستر ينفع اختصر ال3 س ال 12 س تكعيب دي مع ال4 س أس 4؟ حضرتك تاخد على قفاك. وجود الجمع والطرح يا حلوف، يا سميك الجلد، يا عديم الإحساس، يمنع الاختصار. اللي بعده يا نور النبي. يالا في ايه؟ ما هتعدي عليا دي يا مستر، خلاص بقى، ده انا كلت على قفايا لما ورمت. ها قول خلاص بقى يا مستر، خليها في سرك بقى. لا مش هخليها في سري، قول يا ضفدعها يا حاصل ضرب دلتين يا مستر جدع يا. والله ما انتش محتاجني خلاص، انت ما انتش محتاجني خلاص. صاد المشتقة دال صاد على دال س يساوي حاصل ضرب دلتين، مشتقة الأولى 4 س تكعيب في الثانية كما هي لينث رتم س تكعيب زائد مشتقة الثانية
شرطة كسر يا مستر. مشتقات العدد 3 س تربيع على العدد س تكعيب. ادي مشتقة الثانية. في الأولى كما هي س أس 4. بنتمايص. احنا وصلنا لمرحلة ان احنا بنحل قواعد الاشتقاق واحنا بنتمايص. اشتقاق دالة أسية، اشتقاق دالة لوغاريتمية، حصل ضرب دالتين، دالة مثلثية، دالة ضمنية، اشتقاق بارامتري، رز على ملوخية، ولا فرقة. ال 24 قاعدة بقوا زبادي خلاط. ده مترتب جاهز يا مستر؟ ده محتاج يختصر. السين تكعيب دي كلها هتروح مع 3 من دول، يفضل 3 س تربيع في س ب3 س تكعيب. بس خلاص. عبيط اخواته مستر اخد السين تكعيب عامل مشترك. خد. لا انا هسيبها كده. سيبها. مش فارقه والله يا ابني ما فارقه. لو مساله اختيار من متعدد شوف الاختيار مكتوب ازاي. مساله مقالي كفيت ووفيت ما عليك، خلصت. اللي بعده. دالة عادية وحاصل ضرب دلتين. بس حاصل ضرب دلتين ايه؟ عنب. دالة أسية ذات أساس نابيري في دالة لينس رتمية، ودي دالة عادية. واخد بالك من الميكسات اللي بتحصل؟ بس انت خلاص انت بقيت بتاكل وتستطعم، وانت بترفع المعلقة على بقك عارف ان دي أسية، وبترفع المعلقة التانية عارف ان دي لوغاريتمية، وعارف ان ده مسكر وده حادق، وعارف ان ده سور وده ماء، عارف كل حاجة. ما انتش محتاج مني حاجة خلاص. في قواعد الاشتقاق نص التفاضل خلص بصلاته على النبي. بهمتكو نص التفاضل خلص من فضل الله. هو كده ده نص التفاضل يا مستر؟ النص بالظبط يا جميل. يلا يا عم الحاج. الدالة اسمها صاد يبقى المشتقة اسمها دال صاد على دال س. اشتق 3 في 2 ب6 س تربيع زائد. يلا حاصل ضرب دالتين. غني يا جميل، غني يا وحيد. مشتقة الأولى ه أس س في 1 اللي هو إيه؟ الدالة نفسها في مشتقة أسها. أدي مشتقة الأولى. في الثانية كما هي لنثرت س زائد مشتقة الثانية. يلا نشتق الثانية. مش دي دالة لينس رتمية؟ يبقى شرطة كسر. مشتقة العدد على العدد. ادي مشتقة الثانية في الأولى كما هي. رتب فرح العمدة. يلا يا مستر نرتب بالراحة علينا كده عشان شكلها كتيرة. ولا كتيرة ولا أي حاجة. نزلنا ال6 س تربيع دي عشان ما فيهاش أي عوامل مشتركة. لكن لو بصيت على الحد ده والحد ده هتلاحظ ان فيهم اله أس س عامل مشترك. فانت احسن لك تقول زائد اله أس س عامل مشترك ونفتح قوس ونشوف ايه اللي فضل. والله يا مستر فضل من هنا اللينث رتم س، وفضل من هنا الواحد على س، وبارك الله فيما رزق. وخلصت. دلع 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 يعني. اعتقد كده يا باشمهندس الموضوع بالنسبه لك بقى موضوع عبيط. لنسرتمية والعدد بتاعها اسمه، مشتقة اسمه، لنسرتمية بأساس حقيقي. عايزين دي
عشان ما اشتقناش لينس رتمية دالة لوغاريتمية بأساس حقيقي. طب ومال الدالة اسمها صاد، يبقى المشتقة اسمها دال صاد على دال س. دالة لوغاريتمية يبقى شرطة كسر. مشتقة العدد على العدد. يلا مشتقة العدد 3 في 2 ب6 س تربيع. ادي مشتقة العدد على العدد، العدد اللي هو 2 س تكعيب. ما تنساش في لينث رتم اساسها. ليه يا مستر؟ عشان هنا الاساس حقيقي يا ولد. انا عارف ان انت واخد بالك، انا عارف ان انت مصحصح ما انتش نايم، انا عارف، بس حبيت الفت نظرك يعني. مستر طب انا عايز اختصر المساله دي. ما تختصرها وانت اتشلت. مستر طب انا دلوقتي هقول الاتنين مع الستة دي يفضل 3. ما يفضل 3 يا بنت خالتك. كمان يا مستر هقول السين تربيع دي كلها مع 2 من دول يفضل تحت السين. ما يفضل تحت السين هي بنت عمتك. مستر طب انا ليا مزاج اطلع اللينث ريتم ده من المقام للبسط حسب الاختيارات. في الاختيارات مطلعه فوق طلعه فوق، في الاختيارات سابه في المقام سيبه في المقام. طب انا لو لقيته في اهو هيطلع فوق اهو، بس نعكس موقعي العدد والاساس بس. شفت الموضوع عبيط ازاي؟ جدا. مستر الحق ايه؟ والله اتقالت لي في سنتر من ما احنا شغالين الحق ايه؟ الحق مفيش اساس. طبعا اللي قال كده يعني ده حد يعني الله يكون في عونه ويكون في عون ابوه. الحق مفيش اساس، الاساس مات. هل انت عبيط؟ ايه الحق مفيش اساس؟ الاساس لما يكون مش مكتوب يبقى 10 كلكم عارفينها، ما انتوش محتاجين ان انا اقول. الاساس اللي مش مكتوب يا اولاد بيبقى 10، اسمه الاساس المعتاد. بس انا تذكرت الموقف. انا اول ما جبت المساله في سنتر كنت شغال فيه لقيت حد من الطلبه مستر الحق ايه؟ هو في حد وقع ولا مفيش حاجه خالص؟ يلا نشتق يا باشا. الاساس هنا 10 يا حبيبي. الاساس اللي مش مكتوب ده 10، اسمه اللوغاريتم المعتاد، وليه زرار لوحده على الاله، لوج بس. لوج بس اللي هو جنب القوس على طول. المهم الداله اسمها صاد، يبقى المشتقه اسمها دال صاد على دال س. دي ذات اساس حقيقي ولا ذات اساس نابيري؟ لا دي ذات اساس حقيقي. 10 ده حقيقي مش ايه. برضه شرطة كسر. الدل مشتقة العدد على العدد في لينس رتم اساسها. يلا يا استاذ. مشتقة العدد. الله دي دل الدالة لانه قوس يحمل اس. مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس. ادي مشتقة العدد على العدد. ادي مشتقة العدد على العدد. لو كان الاساس هنا يا ولاد اي كنت خلصت كده. لو الاساس هنا اهو كده يا ولاد ه، كانت تبقى المساله دي كده خلصت. مشتقة العدد على العدد نفسه. لكن العدد الاساس هنا 10، يبقى لازم اقول من عندي في لينث رتم اساسها 10. مستر هي تقبل الاختصار؟ أوي طبعا تقبل الاختصار طبعا. القوس ده كله أس 2 هيروح مع 2 من دول يفضل قوس واحد بس. يبقى اللي فاضل معايا في البسط 3 في 8 ب 24 س.
اللي فاضل معايا في المقام اللينس ريتم ده بس. طب يا مستر لو انا حبيت اطلع ده من المقام للبسط، وماله حقك لو الاختيارات كده. ده في كمان القوس ده، يا خبر ابيض، ده انا غلطت غلطه. القوس ده كمان موجود يا اولاد، اس واحد اهو. القوس ده موجود. اذا انا حابب اطلع اللينس ريتم ده من المقام للبسط، ابدل موقعي العدد والاساس. يعني اكتبها كده يا ولاد، لو لقيت الاختيار مكتوب كده مفيش مانع. لقيت الاختيار مكتوب 24 س لوغاريتم ه للاساس 10 اللي مش بيتكتب على 4 س تربيع ناقص 1 مفيش مانع. ده هو ده الاساس 10 ما بيتكتبش يا ولاد. بس كده. في اي مشاكل في اشتقاق الداله الاسيه واللوغاريتميه؟ من فضل الله علينا مفيش. عملنا ايه؟ ربنا من عليا وعليكم في 4 فيديوهات. فيديو شرحنا فيه قواعد الاشتقاق من 1 ل6 بتوع سنه تانية، وفيديو شرحنا فيه قواعد الاشتقاق من 7 لغايه المشتقات العليا، وفيديو تاني شرحنا فيه اشتقاق الدوال المثلثية من 11 ل 16، وفيديو صغنن كده كان قبل ده تأسيس الأسس واللوغاريتمات. والفيديو بتاعنا ده اللي هو فيديو التأسيس ده ما تحسبش يا ولاد. والفيديو بتاعنا ده اللي هو ايه؟ اللي هو اشتقاق الدالة الأسية واللوغاريتمية. يبقى 4 فيديوهات وفيديو صغنن هنا كده لتأسيس الأسس واللوغاريتمات. خلصنا نص منهج التفاضل. شطارتك تذاكر ده تمام، وانا مش هشرح لك تفاضل تاني دلوقتي. انا هنخش بقى ببقية الفروع. هنسيب التفاضل دلوقتي شوية لغاية ما حضرتك تمسك نفسك في قواعد الاشتقاق. عايز تحل واجب؟ ما عليك الفيديو تحت قواعد الاشتقاق، تحت كل فيديو في مسألة ملزمة قواعد الاشتقاق بالكامل PDF تحت كل فيديو منهم. الملزمة 27 صفحة فيها حوالي 400 مسألة محلولة. حضرتك ما عليك إلا إنك تاخد المسألة تحلها وتشوف الإجابة بتاعتك على الPDF سليمة 10/10 الحمد لله. طب في غلطة، صح غلطتك. طب أنا مش فاهم دي جت منين؟ افتح الفيديو بتاعها شوف المسألة محلولة، تبقى ذاكرت قواعد الاشتقاق. مستر أنا عملت كده وخلصت والحمد لله وعايز مزيد. يا حبيبي عينينا، خش على كتاب المعاصر، عندك على قواعد الاشتقاق 2000 مسألة، حل زي ما انت عايز. مستر ما انا حليته مش عارف يا صح ولا غلط، ابعت لي الحلول بتاعتك اصححها لك. ما عليك، انت معانا في امان باذن الله. ماشي يا دكتور؟ ان شاء الله المحاضرات اللي جايه هنكمل منهج التفاضل وباقي الفروع باذن الله. كنت معاكم مؤمن حسن مدرس الرياضيات جد مؤمن. ان شاء الله المحاضرات اللي جايه تبقى احلى من المحاضره دي. الله يوفقكم، يستركم، يسعدكم، يفرح قلوبكم، يوفقكم في شغلكم وفي مذاكرتكم وفي طاعة ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.